بداية الراجل ده حط نفسه في موقف، يعني هو لا يحسد عليه. لا أنا بصراحة ما فيش أي نوع من أنواع الشفقة بصراحة تجاه الراجل ده. في البداية خليني نتصور مع بعض كام سيناريو كده، وعايزك تقولي إيه أقرب سيناريو أنت شايفه من وجهة نظرك. السيناريو الأولاني، ما أظنش إن الأستاذ أحمد دياب أو الرابطة عموما أو الاتحاد هيقدر ينفذ أي لائحة على النادي الأهلي، عشان تقريبا النادي الأهلي معاه مستندات وأوراق توقف النشاط اصلا الرياضي في مصر. التصور الثاني ان يتم اعاده مباراه الاهلي والزمالك بحكام اجانب، وما اظنش نادي الزمالك هيوافق بحاجه زي كده، ده بل بالعكس، ده من دلوقتي وهو بيطالب بالثلاثه بونت بتوع التصور الثالث. وما اظنش ان ده برضو ممكن يحصل، ان فكره ان انت تلغي بطوله الدوري العام، واحنا كلنا عارفين ان الاسيوطي بيهدد ان هو هيتم سحب استثماراته من مصر. فما اظنش ده برضو سيناريو وارد. التصور برضو الأخير، فكرة إن أنت تعتمد نتائج الدوري وتكمل الدوري على هذا الأساس، فما أظنش دي برضو فكرة ممكن إن هي تبقى موجودة أو مطروحة. فقول لنا التصور اللي أنت شايفه من وجهة نظرك، أو لو شايف أو عندك تصور تاني ممكن تقول لنا عليه في الكومنتات.